قبل التبييض. يقدمه الدكتور سمير غويمة. أعزائي المستمعين والمستمعات، وسط برنامج رسالة من سيدة على وشك الولادة، وبتقول أنا مستجدة في عملية الحمل والولادة، فكيف أرعى طفلي الأول، وأنا بخشى الساعات الأولى بعد ولادته ولأن ماليش خبرة في هذه الشؤون. احنا بنناشد الأم بعد الولادة مباشرة أنها تعتني بالنظافة الشخصية، وخاصة منطقة الثدي. لازم غسل الحلمة والمنطقة المحيطة بها بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا قبل كل رضعة، وتغسلي ايديك بالماء والصابون قبل معاملة الصغير، وتغسلي اي آنية في المطبخ بتستخدميها في تحضير وجبة للطفل، ولابد من غليها على النار لمدة 10 دقائق. النظافة هي الحصن الأول لحماية الطفل من أي مضاعفات أثناء الرضاعة وبعد الرضاعة. إذا مهم جدا أنت استلمت الطفل الرضيع تحافظ على درجة حرارته، لازم ملابسه تكون جافة، وبالتالي تراعي اختلاف درجة الحرارة وما تسيبوش قدام المكيف، أو لازم تخليه يعني يتكيف مع الجو الخارجي. ما تزوديش الملابس في الجو الحار وما تخففهاش قوي في جو الشتاء أو الجو البارد، وبالتالي تحافظي على نظافة هذه الملابس. لازم المحافظة على نظافة العين بعد الولادة باستخدام أطرب يصفها الطبيب في هذه الحالة. بننصح أيضا بتنظيف مكان الحبل السري يوميا بالكحول. ومعلومة بقولها للأمهات إن الحبل السري بيسقط بين اليوم السابع والعاشر، إذا مش ضروري القلق حول الحبل السري وقع ما وقعش، انفصل قبل ميعاده أو بعد ميعاده. ما تستعجليش وتستخدمي بودرة أو كحل، لأن دي وسط جدا إنها ممكن تساعد على نمو الميكروبات بتضر الطفل. حمام الطفل يجب أن يتلقى الحمام في الساعات الأولى أو الأيام الأولى من الولادة وقبل ما يسقط الحبل السري، وبنستخدم قطعة من الاسفنج صغيرة بنحاول ننظف فيها، وما نحاولش نبلل مكان السرة، ونستخدم مية دافية. ولما تسقط السرة بنقدر ناخد راحتنا في الحمام شوية. ما تحاوليش تستخدمي أنواع مهيجة من الشامبو أو الصابون، لأن جلد الوليد رقيق وحساس جدا. غيري الحفاض للأطفال بعد مجرد البلل بتاعه أو تلوثه بالبراز، ده مهم جدا. ما تسيبوش فترة طويلة لأن ممكن يسبب حكة، وبالتالي بيأثر على الطفل ومنطقة الفخذين. بنقدر نقول ان الام ممكن الطفل يستقبل اي وجبة فيما يتعلق بالاكل بقى او الرضاعة، نجد ان هو يتلقى اول وجبة من 3 ل 6 ساعات بعد الولادة الطبيعية. او اذا اضطرينا طبعا احنا بندي 2 سنتي من المية المعقمة او محلول الجلوكوز 5%، وبعد كده الام بساعتين بتبدأ تضع الجنين على صدرها حتى لو مفيش لبن في الصدر، لان عملية الامتصاص الطفل بحلمة الثدي دي اهم عامل في اضرار اللبن بسرعة بعد الولادة. بننصح ايضا انك انت بتزودي فترة جلوسه على الصدر شوية بشوية، وبالتالي بتقدري تساعديه ان هو يعمل العملية الميكانيكية لامتصاص اللبن، والرضاعة بتنشط واللبن بيحصل له اضرار. بفكرك هنا ان بعد كل رضاعة عملية التكريع، ودي عملية لازم تكون تعرفها اي ام، ان بعد الرضاعة بتحتضن الطفل وبتطبطب على ظهره بخفة وليس بقوة حتى يمكن للطفل ان يتكرع. وده اهمية عملية التكريع، انها بتخلص الطفل من عملية ابتلاع الهواء اللي اثناء الرضاعة، وبالتالي ما يحصلوش مغص او ما يرجعش بعد الرضاعة. انا بعتقد واتمنى ان احنا نكون جاوبنا هذه الام بالاجابات المناسبة في الساعات الاولى اللي احنا بنعتبرها اهم ساعات بعد استقبال الوليد، مع تمنياتي بصحة طيبة لجميع اطفالنا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل التبييض. يقدمه الدكتور سمير غويمة. مع تحيات عبد التواب خليفة.